عارف إنك فتحت الفيديو ده لأنك ممكن تكون واحد من الناس اللي بتفكر تسافر للغربة عشان تحسن دخلك. بس الكلام اللي هقوله هنا يمكن ما يعجبكش، بس خد بالك، دي وجهة نظري أنا في الآخر. يمكن تتفق معاها أو يمكن لأ، بس اللي عايز أوصله لك في الآخر إن أنا اكتشفت إن حوار الغربة ده مش كل حاجة فيه بتمشي على مزاجك. لما جات لي فرصة العمل بره كان ساعتها عندي 28 سنة، ودي كانت أول مرة إن أنا أسافر بره مصر. فكان الموضوع غريب بالنسبة لي جدا، كان غريب ومخيف، بس كنت حاسس إن في حاجات كتير جدا هقدر أحققها لو سافرت، لأني كنت بشوف معظم قرايبي أو أصحابي أو الناس المحيطين بيا اللي كانوا مسافرين، كنت بحس إن أوضاعهم المادية تمام التمام. كان ساعتها سقف التوقعات عندي وصل لأعلى مستوى. تخيلت كده إن أنا سنتين تلاتة ويكون عندي الشقة الفظيعة والعربية الرهيبة والفلوس اللي في البنك التي لا تعد ولا تحصى. وعايز اقول لكم ان دي افكار اي شاب بيفكر في موضوع الغربه ده. بدات اعمل التحضيرات بتاعتي وابلغ الشغل اللي انا فيه ان انا مسافر، وحتى ساعتها كان في ناس كتير جدا بتقترح عليا ان انا اخد اجازه من الشغل اللي انا فيه، بلاش ان انا استقيل. ولكن انا قلت لا، خلاص بقى، زي اي واحد مغترب لما بيجي مسافر خلاص بيرمي كل حاجه ورا ظهره، وده اللي حصل معايا. وحتى لما قعدت مع مدير الشركه وشرحت له الموضوع فسالني الراتب كام اللي انت هتاخده، فقلت له الرقم اللي انا هاخده، فقال لي ده الرقم ده قليل جدا يعني. لكن طبعا هو الرقم بالنسبه لمصر كان حاجه كبيره جدا. انا ما سمعتش النصيحه، قلت ان هو بيحاول يقنعني ان انا افضل قاعد، ولكن انا كان خلاص حسيت ان انا الاحلام اللي كانت عندي كانت مسيطره عليا بطريقه رهيبه. بعد كده بدات في الاجراءات، واول حاجه هي ان انا لازم كنت اغير مهنتي في البطاقه من محاسب للمهنه اللي انا مسافر عليها. وده بصراحه كان وقتها كان حوار يعني. وعايز اقول لكم انها اخذت وقت طويل جدا مني عشان اغير المهنه اللي في البطاقه للمهنه اللي انا مسافر عليها، مع ان الحل كان سهل جدا، وده اللي عرفته في الاخر. الجهة اللي أنا رايح لها بعتت عقد مكتوب فيه المهنة الجديدة، والعقد ده بيتوثق من حاجة اسمها تأمينات العاملين بالخارج. وخلص الموضوع، واتغيرت البطاقة وعملت الباسبور، ان انا ما كانش عندي باسبور اصلا. وخلصت الاجراءات اللي تقريبا اخدت شهرين. هي اخدت شهرين بسبب ان انا كنت عمال الف على السجل المدني واروح هنا واروح هنا، محدش فاهم انا عايز ايه، ازاي هتغير المهنه في البطاقه. خلص الموضوع واتبعتت لي التاشيره، وجاي يوم السفر، وده كان يوم صعب جدا جدا لان انا كنت لسه متجوز تقريبا بقالي شهرين. كمان ما كانش هينفع اخد زوجتي معايا، كان لازم اروح انا هناك الاول وبعد كده اعمل لها استقدام. ورحنا المطار كلنا، انا واهلي كلهم، يعني امي وابويا ومراتي واخواتي. وكانت لحظه صعبه قوي لان زي ما قلت لكم دي كانت اول مره اطلع فيها بره مصر. وركبت الطياره وانا في دماغي مجموعه من الصراعات عماله تدور في دماغي كده، الاحلام اللي انا عمال احلم بيها وايه اللي انا هقابله هناك، وهل هنجح في تحقيق الاحلام دي؟ طب واذا ما نجحتش ايه العمل؟ فضلت افكر ودماغي تاكل فيا كده لحد ما وصلت البلد. واليوم اللي انا سافرت فيه كان يوم جمعه، وصلت هناك الساعه 1 الظهر. لما نزلت المطار في البلد اللي هي الدمام في السعودية، كانت الدنيا هص خالص. مطار الدمام ده كان مختلف تماما عن مطار القاهرة. يعني انت مطار القاهرة اول ما بتوصل بتسمع الدوشة من وانت في الطيارة، لكن مطار الدمام كان هص. وكان مستنيني كده سواق هندي تبع الشركة، ومسك اليافطة اللي هي اللي انتوا بتشوفوها في الافلام دي، وركبت معاه. وطبعا ما فهمتش منه ولا كلمة، وكنت بحاول اتكلم معاه بس انا مش فاهم يعني هو بيقول ايه. وراح موديني على بيت كده، وطلع معايا فتح باب الشقة، ودخل جوه الشقة، فتح باب الأوضة وقال لي دي، وشاور لي كده قال لي دي الأوضة بتاعتك. وبعد كده مشي، ورحت حاطط الشنط بتاعتي. هو المكان كان عبارة عن شقة وفيها أوض، وكل واحد ليه أوضة مقفول عليه بمفتاح، فدي الأوضة بتاعتي. فكانت أوضة واسعة جدا وكبيرة، وكمان كان فيها سرير وتلاجة ودولاب. طبعا حطيت الشنط بتاعتي، قعدت بقى افكر هاكل ازاي واشرب ازاي واروح الحمام ازاي. كل الكلام ده قعد يدور في دماغي، بس هو في الوقت ده ما كانش فيه اي حد موجود في الشقه. ففضلت قاعد في الاوضه شويه، وبعدين رحت مغير هدومي ونازل. طبعا وانا نازل قعدت افتكر مكان البيت كويس لحسن اتوه. ايوه انا اول مره اجي المكان ده، ممكن اتوه عادي خالص يعني. الدمام يوم الجمعه بعد الصلاه انت ما بتلاقيش حد ماشي في الشارع. طبعا ده كان على الايام اللي انا كنت فيها، لا الدنيا اختلفت دلوقتي. انا بسمع الناس بتقول ان الدنيا اتغيرت خالص يعني، بس ممكن تلاقي المحلات كلها قافله، ما تلاقيش حد ماشي في الشارع. نادرا لما تلاقي عربيه معديه كده تعدي بسرعه، حتى ما تلحقش تشوف هي جايه منين ولا رايحه فين. فوانا ماشي لقيت سوبر ماركت كده اسمه التميمي، سوبر ماركت كبير يعني هايبر. فقلت يلا نعمل اول تجربه، ورحت داخل جوه شاري شويه حاجات سريعه كده، زيت وسكر وشاي وبرجر، وما كنتش عامل حسابي لاي حاجه بقى. رحت شاري طاسات وشوك ومعالق. وبعد ما اشتريت الحاجه رحت راجع البيت. طبعا هو التميمي ده كان بعيد عن البيت قوي، وانا ما كنتش عارف في البلد دي هل في مواصلات، يعني هل في تاكسي مثلا، في ميكروباص، في الكلام ده ما كنتش عارف الكلام ده خالص. كنت مسافر ابيض يا ورد، ولا حتى سالت قبل ما اسافر البلد دي فيها مواصلات عامله ازاي المهم يعني ما علينا. كنت بقضي كل مشاويري بالمشي. وبعد ما وصلت البيت انا ما كانش معايا اي وسيله اتصال لاهلي في مصر غير التليفون. وعين التليفون مش نت كمان، لا ده التليفون الاتصال كان غالي جدا ساعتها. يعني انا فاكر الدقيقه لمصر كانت ب7 جنيه، يعني عشان اتكلم دقيقه واحده بدفع 7
7 جنيه، وانا كنت رايح طبعا بالتليفون اللي معايا مشحون بحاجه بسيطه، فكنت حريص جدا على الرصيد. كنت اكلمهم بس الو انا وصلت، الو انا كويس. وبعد ما وصلت السكن رحت مطلع البرجر ومطلع الزيت وداخل على المطبخ، والحمد لله عرفت اولع البوتاجاز والانبوبه زي مصر بالظبط يعني. ورحت عامل لي اكله خفيفه كده ورحت واكل وخلصت اكلي، ورحت مكلم زوجتي قلت لها ايه انا كله تمام ومفيش اي مشاكل، وان شاء الله هركب نت في المكان عشان اعرف اتصل بيك. وبدات اصعب ليله عشتها في حياتي. مش عارف جالي كده احساس بالليل، مش عارف اقول لكم ايه، جالي احساس كده بالاختناق قبل ما انام، ولقيت دموعي عماله تنزل كده. انا مش عارف ايه السبب الموضوع ده يعني، بس حسيت كده ان انا ايه اتخطفت كده. وفضلت شويه كده قاعد على السرير اتقلب، ولكن طبعا من تعب اليوم نمت وما حسيتش بنفسي. قمت من النوم الساعة 7 الصبح لأن أنا نمت بدري جدا من التعب، ورحت لابس هدومي ونازل رايح إيه المكان اللي فيه الشغل. وتعرفت على معظم الناس هناك بقى، السعوديين والمصريين وسودانيين وسوريين وكل الجنسيات اللي تتخيلوها. انبسطت كده، حسيت إن أنا إيه يعني الليلة بتاعت امبارح مختلفة خالص يعني. النهاردة حاسس بقى إيه بانبساط كده. طبعا أول أسبوع ما كانش فيه شغل، كانوا بيعرفوني على المكان وعارفين طبعا أنا لسه جاي بقى من السفر، مش معقولة هيدوني شغل على طول يعني. هم بصراحة كانوا واخدين بالهم من النقطة دي قوي. وبعد ما خلصت اليوم ده زمايلي اللي معايا المصريين قالوا لي ان في حاجه اسمها سايبر. السايبر ده فيه انترنت، ممكن اقعد اكلم اهلي، اقعد اكلمهم بالساعات. فعرفت اقرب مكان للسكن ورحت طالع عليه. وكان اللي قاعد في السايبر جوه واحد سعودي، سلم عليا بترحاب جدا وقلت له ان انا عايز اكلم اهلي وكده. راح جاي قاعد معايا على الكمبيوتر. هو كان عباره عن بقى ايه اوض كده متقسمه زي السايبرز اللي في مصر هنا بالظبط. وراح مشغل لي السماعات وفتح لي كان ساعتها برنامج مش فاكر، كان سكايب هو اللي كنت بتكلم منه، مش فاكر والله كان برنامج ايه، يا سكايب يا ام اس ان ماسنجر، مش فاكر والله يعني، مش فاكر وقتها اللي هو كان فيه فيديو كول يعني، اعتقد سكايب يعني. وكنت بقى يوميا اخلص شغلي واقوم راجع على السايبر ده وافضل قاعد بقى اكلم اهلي من الساعة مثلا 6 كده لحد الساعة 9 بالليل. وبعد كده اروح. عايز اقول لكم ان وانا مروح ما كانش بيبقى في حد في الشارع خالص. البلد دي كانت هادية جدا يعني. انا كنت ساكن في حته كده قريبه من شارع اسمه شارع الملك سعود. ويوم ورا يوم ورا يوم بدات بقى في اجراءات الاقامه. انت طبعا لما بتروح هناك بتاخد وقت عبال ما يطلعوا لك الاقامه ان انت خلاص بقى مقيم في البلد، بتاخد وقت. ممكن في ناس بتطلعها بعد شهر، في ناس بتطلعها بعد شهرين، في ناس بتطلعها بعد 6 شهور، في ناس بتاخد وقت اطول من كده بكتير عشان تطلعها. ولكن انا الإقامة بتاعتي طلعت بعد أسبوع. مش عارف بقى كان متوصي عليا ولا إيه يعني. فجأة قالوا لي ده الإقامة بتاعتك طلعت لأنها اتقدمت بدري فطلعت بدري. المهم يعني أنا طبعا كان من أهم أولوياتي إن أنا أجيب زوجتي لأن مش عارف أقعد لوحدي بصراحة. فبدأت أشتغل على الإجراءات إن أنا أجيبها، ومن ناحية تانية بدأت أطور في المعيشة. كان بقى عدى شهر تقريبا يعني، فاستلمت اول مرتب. وقتها كان كل الناس في المكان بينصحوني ان انا اجيب عربيه. فوجئت ان في عربيات هناك ب 2000 ريال و3000 ريال و4000 ريال، وعربيات ايه كمان مرسيدس وتويوتا، ممكن موديلات قديمه ولكن عربيه. يعني انت متخيل معاك عربيه ان شاء الله تكون 127. وفعلا اتعرض عليها عربيه مرسيدس زلموكا بس كانت قديمه شويه بس مرسيدس، والراجل كان عايز 3000 ونص وانا كانش معايا غير 3000 يعني. المهم اخدتها عشان اجربها ولو كويسه اشتريها، ومشيت بيها تقريبا 4 5 ايام. ولكن بعد كده ما عجبتنيش وشفت واحدة تانية أحسن منها، كانت نيسان صاني. نيسان صاني بس موديل 96. أنا كنت مسافر سنة 2007، فبالنسبة لنا إحنا كمصريين عربية موديل 96 دي جديدة، دي جديدة. وكان تمنها 4000 ريال. ورحت مخلص فيها مع الراجل وخدتها. بس طبعا عندي مشكلة جامدة جدا، لازم أكون مطلع رخصة قيادة، وهناك رخصة القيادة من أسهل ما يكون، بس أهم حاجة تعدي اختبار القيادة. وفعلا رحت تاني يوم المرور، وكان مساعدني إن أنا معايا رخصة من مصر لأني بسوق من زمان. ورحت عامل الاختبار بتاع القيادة. هو كان الاختبار عبارة عن إنك بتمشي بالعربية في حرف سي كده وبعدين ترجع تاني بظهرك، ولازم بعد ما ترجع بتيجي في حته كده بيحط لك عارفين اللي هو القمع ده، بيحط لك كده قمعين عشان تركن بينهم، ودي اسمها التلبيكه. ولو انت عملت التلبيكه دي مظبوط يبقى انت كده تمام وخدت الرخصه. وفعلا الحمد لله ومن اول مره جبتها على طول وخدت الرخصه. وبعد الرخصه باسبوعين كده جت الموافقه ان انا اجيب زوجتي. وكان ساعتها بقى الفرحه مش سيعان، لان انت لما هتجيب زوجتك هتقدر تأجر شقه عوايل بقى، عوايل يعني انت وعيلتك يعني. ورحت مقدم طلب في الشركه على طول ان هم يطلعوا لي مبلغ السكن، ورحت ادور على شقه. وبصراحه كان نفسي امشي من المكان اللي انا فيه ده باسرع من ما يوم. الدنيا مش مظبطه كده مع الناس اللي موجودين معايا في المكان، يعني مش عارفين نتأقلم مع بعض بمعنى اصح. هم كل الموجودين مغتربين، في اللي بيشتغل معايا في نفس الشركه وفي اللي بيشتغل في شركه تانية، بس يعني الجو ما كانش حلو يعني. فكنت عايز امشي بسرعه باي طريقه. وعدت الايام والحمد لله بعد البحث والتنقيب لقيت شقه حلوه جدا وفي منطقة جميلة جدا وقريبة من الشغل. ورحت مخلص فيها على طول، طبعا إيجار مش تمليك. ورحت حاجز لزوجتي تذكرة طيران عشان تيجي، وبعد أسبوع بالظبط جات لي. وده بقى كان من أكتر الأيام المفرحة في حياتي
لما رحت اجيبها من المطار كنت حاسس ان انا يعني لسه عريس جديد، لان احنا فعلا وقتها ما لحقناش نستمتع بالجواز في مصر، يعني اتجوزت وسافرت على طول فما لحقتش. فكانت فرحتي غير عاديه، وخرجت من المطار انا وهي وبدات افرجها على كل الاماكن الموجوده في البلد، ورحت اعزمها على الغدا. معلش انا اتكلمت في تفاصيل كتير كده عشان بس ايه اعيشكم الوضع كان عامل ازاي. عدى بقى 6 شهور 7 شهور والحياه بدات تاخد بقى مجرى تاني، مجرى الروتين بقى. بروح الشغل كل يوم وارجع وهي تعمل الاكل في البيت وننزل نخرج يوم الجمعه. بس كنا مش حارمين نفسنا من حاجه، اي حاجه عايزين نشتريها بنخلص على طول، مفيش اي مشكله خالص. فكنا بنصرف كتير، يعني المرتب كان يجي خلصه على طول، مع ان هي قبل ما تيجي كنت حاسس ان انا يعني هقدر ان انا اشيل واحوش واصرف واستمتع وكل حاجه. لكن هي لما جت المصاريف عليت جدا، يعني بسبب بقى ان الحياه اختلفت، في فواتير كهرباء وفي بنزين عربيه وفي متطلبات للبيت، يعني سوبر ماركت معرفش ايه، الحاجات دي كلها كانت بتصرف. وانا لما كنت قاعد في السكن بتاع العمال ده يعني تقريبا اكل وشرب بس، لا كان ليا دعوه ولا بكهرباء ولا باي حاجه، وما كانش عندي عربيه فما كنتش حاسس بالصرف يعني. وعدت السنه وجت اول اجازه ونزلت، ولما قابلت اهلي في المطار حسيت ان شكلهم اتغير، وهم كمان قالوا لي ان انا شكلي اتغير جدا يعني. وعدت الاجازه ورجعنا، والواحد كان في باله الدنيا ماشيه تمام، عايشين زي الفل، بناكل ونشرب بس مفيش اي ادخار. كل اللي بنعمله بننزل الاجازه، بنتفسح في الاجازه في مصر يعني، بنأجر عربيه، بنسافر، بنروح هنا بنروح هنا، كل اجازه ماشيين على الوضع ده. يعني طول السنه شغالين عشان ننزل الاجازه نصرف اي فلوس احنا حوشناها. فضلنا على الحال ده بقى سنه اتنين تلاته اربعه، لحد ما انا بدات احس ان انا عايش بلا هدف، لدرجه ان الموضوع جاب لي احباط. وبقيت اعمل مقارنات بيني وبين الناس اللي عايشه في مصر. اقول طب انا ايه الفرق بيني وبينهم؟ كنت ابص لاصحابي واخواتي وقرايبي كلهم معاهم عربيات وانا هنا معايا عربيه، طب ايه الجديد؟ فحسيت ان المستقبل بقى غامض. ومن هنا بقى بدأت اخد بالي من بعض الحاجات كده هقولها لكم دلوقتي، ودي الحاجات اللي تهم اي واحد عايز يسافر. بدأت اخد بالي ان اللي عايش في الغربة لوحده، يعني كان ليا اصحابي هناك معهمش زوجاتهم، كانوا بيقدروا ان هم يفتحوا مشاريع في السعودية. يعني ممكن يأجر محل يعملوا مطعم مثلا يعني في وفرة فلوس معاه، بعكس الناس اللي كانت معاها زوجاتها واولادها، يعني عندهم مدارس ومصاريف. يعني كنت بشوف ناس مستريحة جدا ماديا بس معهوش زوجته ولا اولاده، وبينزل لهم كل 3 شهور مثلا او 4 شهور، وعامل بقى بيزنس في السعوديه وعامل بيزنس في مصر والدنيا تمام التمام. ولكن من الناحيه التانية الاقي الناس اللي زي حالاتنا المتجوزين وعندهم عيال الاقيهم زي مصر بالظبط بالظبط، نفس مفيش اي اختلاف، انت بس في بلد تانية، مفيش اي اختلاف خالص. يعني يمكن الاختلاف يكون بقى ايه في ان العيشه مثلا بره مصر في بعض البلاد، يعني مثلا السعوديه بلد مرتبه جدا ومنظمه، الدنيا ماشيه فيها زي المسطره. لو انت عايش طول عمرك في السعوديه وجيت فجاه تعيش في مصر هتحس بالفرق. بس كل الحاجات دي انا مش شايفها سبب جامد ان انا يخليني اسيب بلدي واروح بلد تاني، طالما هنا باكل واشرب وهنا باكل واشرب. ولكن الحاجه اللي هتفرق معايا انا هو ماذا بعد ذلك. يعني انت دلوقتي هتقعد 10 سنين 20 سنة، طيب انت عملت حاجة؟ هل مثلا في حاجة تسندك لما ترجع، ولا انت هتفضل عايش طول عمرك هناك وتموت هناك؟ هو ده اللي كان بيدور في دماغي ساعتها. وبعد كذا تجربة لتحسين الوضع، يعني حاولت ان انا اشتري شقة في مصر، ودي قلتها في فيديو قبل كده، ولقيت نفسي مش عارف، لان تقريبا كان عليها التزامات كتير جدا لدرجة ان انا مش عارف اجيب شقة في مصر. كل ده ادى في الاخر لقرار ان انا ارجع لمصر نهائي، وخلاص طالما انا عايش هنا انا عايش هنا برضه، والحمد لله رجعت وانا مش ندمان. فاللي عايز اقوله لك ان قرار السفر ده بيظبط بس مش من كل النواحي. اذا في ناحية بتظبط فالناحية التانية بيحصل فيها تنازلات، يعني بمعنى ان انت لو وضعك المادي اتحسن فانت من الناحية التانية هتخسر انك تعيش مع اهلك وممكن ما تشوفهمش اصلا. واذا بقى كل همك انك تصرف وتعيش حياتك وتجيب اللي نفسك فيه ويبقى معاك احدث عربية وتنزل الاجازة في مصر تروح بقى معرفش فين وتشتري ايه وتعمل ايه، فاعرف ان انت مش هتتطور، وهيجي عليك وقت كده هتحس ان انت ضيعت وقت، وهتبقى واقف في نص السلم، لا منك استفدت من الغربة ولا منك عارف ترجع بلدك وانت عامل فيها حاجة. بس بالرغم من كل الكلام ده انا رجعت وانا مش ندمان، لاني عارف ان توفيق ربنا هو اللي هينجحني في اي حتة، سواء في بلدي او بره بلدي. يا ريت تكتبوا لي تجاربكم في الكومنتات. سلام.